في يوم من الأيام كان في واحد صحابي اسمه سيدنا أبو أمامة. سيدنا أبو أمامة كان قاعد في المسجد في وقت مش وقت صلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام شافه قاعد في المسجد فسأله: ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة يا أبو أمامة؟ أنت بتعمل إيه في وقت مش وقت صلاة في المسجد يا أبو أمامة؟ فقال لي: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون علي، يعني علي ديون وعندي هموم يا رسول الله ومش عارف أعمل إيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أفلا أدلك على شيء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ يعني هقول لك على حاجة لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى هيذهب عنك همك ويقضي عنك دينك. قال له: بلى يا رسول الله، يعني قول لي يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فسيدنا أبو أمامة بيقول إنه لما واظب عليها ربنا سبحانه وتعالى أذهب عنه همه وقضى عنه دينه.